اهلا بيكم متابعي صفحة استثمر في العاشر. احنا لسه معاكم في اشتري المصري. اشتري المصري، احنا النهاردة زرنا مصنع درة في مدينة العاشر من رمضان. والمصنع درة مصنع سوري، ولكن الموجود فيه أيدي مصرية، منتجات مصرية 100%. بيصدروا لأكتر من 65 دولة. الجودة عالمية بصراحة. عندهم منتجات كتير جدا، عندهم صلصة طماطم، عندهم صلصة بيتزا، عندهم خل، عندهم ورق عنب، عندهم مخللات بأنواعها، عندهم كاتشب وكل الصوصات ودبس رمان كمان. جودة عالمية بجد. المنتجات بتاعتهم حلوة جدا، وأحسن حاجة إن هي منتجات مصرية 100%. بيعملوا كمان تيست على المنتجات بتاعتهم قبل ما يطلعوها في معايير جودة عالمية. المصنع أصلا كان في سوريا، وبعد كده فتحوا في مصر من 2012. عندهم هم مصنعين، مصنع في البي فور، وده فيه منفذ، بس منفذ للعاملين في الشركة. والمصنع التاني في السي 5. هما ما عندهمش منفذ بالمعنى الحرفي ان هو منفذ، ولكن في منافذ. يعني هو كل المنتجات موجودة في كل السوبر ماركتس، وأسعارها حلوة جدا. يعني الكاتشب ده بينافس كاتشب، يعني لأن هما كمان بينافسوا على المنتجات العالمية، لأن هو شغل تصدير في الأول. عندهم منتجات كتيرة جدا، تعالوا اوريكم جزء منها. ده دبس رمان، الكاتشب. عندهم كمان كاتشب بأشكال، يعني أحجام مختلفة، أحجام صغيرة وأحجام كبيرة. وفي كمان بيبقى عليه عروض كاتشب، وعليه كبير، وعليه وعليه عبوة صغيرة. ده الهوت صوص. ده آه، ده مخلل فلفل، المخللات بجودة عالية جدا. ده ورق عنب. دي صلصة بيتزا. ده مخلل زيتون. ده معجون طماطم. هم عندهم معجون الطماطم ده بجودة عالية قوي، لأن هو مش عليه مركزات، وهو بينقي الطماطم، وفي خطوط لفرز الطماطم، وان هم بيختاروش اي منتج. ودي خل ابيض طبيعي. المنتجات بتاعتهم مش دي بس، المنتجات كتير جدا. انا هنزل لكم لايف تاني، وهنزل لكم صور بكل المنتجات. عندهم مخللات، عندهم صلصة، عندهم كاتشب، عندهم مايونيز. المايونيز بتاعهم برضو حلو جدا ومعروف. احنا في الحملة بتاعتنا اشتري المصري، شجعوا المنتج المصري. المنتج درة، شركة مصرية وبأيدي سورية على أرض مصرية، بتخرج من مدينة العاشر من رمضان، اللي شغالين فيها مصريين. فيها مهندسين جودة، وفيها مهندسين بيتابعوا الشغل، وفيها متابعة لخطوط الإنتاج. الشركة مش موجودة هنا بس، ده موجود منها في الأردن، وفي بلاد عربية، وفي سوريا. هي شركة كبيرة جدا، موجودة في مصر من 2012، موجودة في مدينة العاشر من رمضان. منتجاتها حلوة جدا جدا جدا، بتنافس المنتجات العالمية. احنا بنقول نشجع المنتج المصري، ده منتج مصري. ده كاتشب. يعني ممكن احنا لجأنا في المقاطعة ان احنا نبعد عن منتجات المقاطعة، ودي منتجات مصرية 100%. كاتشب، والدبس رمان، وده الهوت صوص. دي صلصة البيتزا، وده معجون طماطم وخل، وكل انواع المخللات. عندهم ورق العنب. احلى حاجة، احنا عارفين طبعا الاكل السوري، هم عندهم يعني بيحبوا التأكد من جودة الشغل، ولان الموضوع المنتجات كلها بيتم تصديرها للخارج ل65 دولة. دي يعني دي عينة من المنتجات بتاعتهم. احنا هننزل لكم تاني فيديو كل المنتجات اللي عندهم. احنا خدنا جولة في المصنع النهاردة، وصورنا من عندهم منتجات كتيرة جدا، منتجات عالمية على أرض مصرية، وبتخرج من مدينة العاشر من رمضان. احنا في استثمر في العاشر عاملين حملة اشتري المصري، وبنشجع المنتج المصري. لو انت عندك منتج مصري، احنا هنصور معاك، وهننزل المنتج المصري عشان تشجيع المنتجات المصرية. شركة درة في مدينة العاشر من رمضان. تقدروا تجيبوا كل المنتجات بتاعتها من أي مكان في أي سوبر ماركت.
هتلاقوا كل المنتجات بتاعتهم موجودة في مدينة العاشر، موجود في عبد المقصود، وموجود في بيم. أي مكان في بيم أسعاره برضو حلوة قوي الكاتشب. أسعار المنتجات احنا ما نعرفهاش، لأن هي بتبقى متغيرة من مكان لمكان، لأن هم ما عندهمش سعر موحد يعني. مش مفيش منفذ، فمش هنقدر نقول أسعار، لكن هي الأسعار في متناول الجميع. درة منتجات مصرية بجودة سورية وبأيدي مصرية، وبتخرج من مدينة مصرية. اشتروا المصري وشجعوا المنتج المصري عشان نشجع بلدنا. دي جزء من منتجات شركة درة في مدينة العاشر من رمضان. اشتروا المصري، واحنا كمان معاكم، وهنشجع اي منتج مصري، وهنشجع نشتري المنتج المصري، ونشجع الموجودين في مصر بجودة عالية. شكرا ليكم، ومستمرين في متابعة حملة اشتري المصري. لو الفيديو عجبكم ما تنسيش تعملوا لايك وتشيروه مع أصدقائكم.